صباح الخير، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا يا رب بصحة جيدة. ونبداو على بركة الله في الصلاة على الحبيب كيف العادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الاقتراح ديال اليوم أو الوصفة ديال اليوم هما هاد الأقراص أو هاد الكوكيز ديال الشوفان والمكسرات أو الفواكه الجافة. تيجي رائع، تيجي بنين، والسعرات الحراريه ديالو راكم عارفين المكونات اللي فيه صحيه 100%. يعني غنوكلوا لوليداتنا شي حاجه اللي حنا عارفين اشنو فيها، يعني خيار من داكشي اللي كنشريو ليهم على برا ما عارفينش باش مصنوع. وراكم عارفين حاجه الدار ما كاين ما احسن منها. كيف كتشوفوا اللي زوين في هذه الوصفه هذه تقدروا انكم تعوضوا اي حاجه درتها انا بشي حاجه اللي متوفره عندكم في البيت. يعني ماشي بالضروره خصكم تقيدوا بداكشي انا اللي درت في الوصفه. يعني تقدروا المكسرات اي حاجه موفره عندكم في البيت تقدروا تعوضوها. المهم هنا كيف كتشوفوا بالنسبه للمكونات انا غادي نحتاج كيف قلت لكم ما غاديش نقول لكم شحال، ولكن تقريبا انا نعطيكم تقريبا اشنو درت زريعه ديال القرعه ولا زريعه ديال نوار الشمس. درت فيها تقريبا واحد 50 غرام. اللوز تا هو قطعته طريفات تا هو تقريبا واحد 50 غرام. استخدمت الشوفان هاد لا مارك هادي اولا فلوكون دافوان، درت 300 غرام ديال الشوفان. الكركاع تا هو تقريبا واحد 25 حتى 30 غرام. المهم انا دابا غنعطيكم الوصفه. هنايا عبرت 300 غرام ديال الشوفان. انا خديت هذا ديال الباكيه، تقدروا تشريو ديال العبار ماشي مشكل. يعني خديته انا بحال قلتو طريفات صغار، حيت كاين اللي شويه كبير وكاين هذا الصغير. نتوما اللي متوفر عندكم تقدروا ديروه. هنا عبر 300 غرام. درت نصف كاس ديال السكر البني، ما يعادل تقريبا واحد 50 غرام ديال السكر البني. ما كانش متوفر تقدروا ديروا السكر الابيض. هنا درت كاس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 100 حتى 110 غرام. المهم على حسب نتوما الدقيق ديالكم. نتوما الا ما كانش عندكم كاس العنبه عبروا 100 غرام. انا ضفت واحد القبيصه ديال الملح راكم عارفين باش نعادلوا باش نوازنوا يعني ما بين الذوق ديال السكر والملح. هنا عندي واحد كاس لاروب ديال الزيت اولا ما يعادل 100 ملي ديال الزيت النباتيه زيت نوار الشمس. غنخلط هاد المكونات مع بعض. يفضل انكم تبسبسوهم كيف كنقولوا اولا كيف كان بحال ملي كنكسكسوا السميد اولا ملي كنبسوا ديك الحرشه ديالنا. كنحاولوا ندخلوا الزيت باش تدخل لينا مع المكونات مع داك الشوفان يتلبس لينا بالزيت مزيان. وتا الدقيق والسكر كل شيء داكشي غيندمج لينا، ماشي بحال خلطنا غير بلا كويير ولا بالمعلقه. من الاحسن ديروا هذه العمليه هذه بيديكم. صافي هنايا ملي تلبسوا ليا مزيان بالزيت غنضيف ساشيه ديال الفاني. تقدروا ديروا داك السكر ديال البرتقال بنكهه البرتقال تقدروا، اولا ديروا شويه الفاني اللي بغيتو. هنا درت واحد الملعقه صغيره ديال دبس التمر، كيبقى اختياري انا غير كان متوفر عندي. الا تقدروا ديروا كاع التمر هكا الا كان متوفر عندكم تبخروه وتخليوه يعني هكا رطب وتزيدوه. هنايا زدت واحد كانت عندي قشره ديال البرتقال معسل حتى قطعتها مكعبات، وضفت هذاك اللوز اللي قلت لكم وديك الزريعه ديال نوار الشمس والزريعه ديال القرعه حتى هي. كلشي خديت واحد شويه شويه من كل حاجه تقريبا كيف قلت لكم واحد 50 غرام. هنا ضفت كذلك شويه ديال الشوكولا غيش اللي بالحليب، وغنضيف حتى الشوكولا العادي الاسود ضفتو حتى هو قطعته المربعات. المهم كلشي داكشي كتقطعوه كيف قلت لكم. الا عندكم مجوز الهند عندكم الكوك كيف قلت لكم، اولا تقدروا ديروا غير اللوز والكوك والزبيب اولا اللي متوفر عندكم اي حاجه. هادشي باش زوينه هاد الوصفات تقدروا تغومبلاسيو حاجه بحاجه اخرى ماشي مشكل. الاهم هو انكم تحاولوا هكا تخلطوا المكونات مزيان مع بعض وتنكهوها باللي بغيتو. انا هنا ضفت بالعاني درت قشره ديال الليمون مع الشوكولاط لان كيجيو زوينين صراحه. تجربوا هذه المساله هذه ديال الليمون والشوكولا كيجيو زوينين ملي كيتلاقاو. صافي هنا ضفت واحد نصف كاس ديال الماء وكنبقى كنحرك باش داك الماء يدخل ليا حتى ما غادي نخلط حتى شي حاجه، ما غندير لا بيض لا زبده لا حتى شي حاجه، فقط هاد الكميه ديال الماء اللي ضفت. وكنبقى نجرب بيديا واش بدات كتجمع او لا. نتوما يفضل انكم ملي تزيدوا الماء غطيوها بشي غطاء وخليوها ولا بالسلوفان وخليوها ترتاح شويه شحال ما ارتاحت مزيان. تقدروا انكم الا بغيتوش تكوروا بيديكم ديروا هاد الملعقه هذه الخاصه بالكلاص حتى هي كتعاون ان الكرات يجيو مقادين. وصافي كنجيب واحد لاطا اللي فرشت لها ورق السولفوريزي صافي، وكنبقى نقاد. في هذه المرحله هذه كنصحكم انكم يعني تفرغوا بشويه عليكم حتى تقرصوهم، لان شويه كيبداو بحال كيتفرتوا. نتوما كتحاولوا تجمعوا وتقادوا يعني الدائره تجي مقاده. كيف كتشوفوا انا هنايا راني كنكورهم كاملين. عاد ملي غنسالي غنبدا نعس هكا بيديا بشويه وكنقاد وكنشد جنيبات باش ما يتشقوش.
المهم هاد المرحله هذه اللي كتبغي شويه ديال التركيز، اما الشيء الاخر كله ساهل ساهل بزاف، يعني ما كتطلبش لا وقت لا جهد لا حتى شي حاجه. صافي هنا غادي نكمل انا الكرات ديالي، غنحاول نقادهم. المهم غاديش يجيو مقادين لان دوك الفواكه الجافه كيجيو هكا خارجين من الجنيبات، ولكن ماشي مشكل. هذه هي الحلاوه ديال هذا البسكوي هذا. دخلتهم الفرن ساخن على درجه حراره 180 حتى تحمروا ليا، يعني بانت ليا دوك المكسرات بانوا ليا تحمروا وخداو لون، وتا لتحت ديال البسكوي ملي هزيتو يعني هكا تهز ليا وتحمر من التحت. هذا هو، هذا مكان يعني بسكوي ساهل ساهل جدا، وتا مكوناته كنظن انهم يعني ما كيكونوا متوفرين يعني في كل بيت. فقط غادي داك الشوفان الا ما كانش عندك تقدري تجيبيه، والمباقي كيف كتشوفوا راه كيجي مقرمش وكيجي لذيذ. وانا بنياتي حماقوا عليه وكنعطي لهم كيديو معاهم الكوتي المدرسه، يعني شي حاجه اللي انا عارفه شنو فيها ومصايبها بيديا، وكيجي مقرمش يعني هكا مع كويستاتي سخون. راكم عارفين دابا مع البرد اولا كاس القهوه اولا المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار. هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ضغطوا على بركوا على لايك باش الفيديو يوصل لعدد كبير من المشاهدين، واللي اول مره يزور القناه نتمنى يضغط على زر الاشتراك، زر ابوني وزر الجرس باش دائما يتوصل بجديد فيديوهاتي. وكيف كتشوفوا انا كنحتفظ بهذا البسكوي في هذه القريعات هادو، وكنسد عليه وكيبقى مقرمش، يعني راكم عارفين غير هاد القريعات يكونوا كيتسدوا مزيان، وتقدروا تحتفظوا به حتى في الكونجيلاتور ماشي مشكل، راه كيبقى مزيان. انا كنخليه غير هكا في البلاكار، ملي كنشوف القرعه يعني قربت تسالي كنعاود عاوتاني نصاوبوا لبنياتي. نتمنى الفكره ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. نخليكم الى فيديو قادم باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله.